ده عمر، راجل بسيط بيشتغل عامل نظافة، وكان عنده مشاكل كتيرة في حياته. كان بيعاني من الفقر، وكان قاعد في شقة إيجار ويدوب بيدفع الإيجار بالعافية. وفي يوم وهو رايح الشغل عربية خبطته. بسرعة الناس اتلمت عليه وأخدوه المستشفى وتكفلوا بعلاجه، والحمد لله كانت بسيطة، عنده كسر في دراعه. وبعد أسبوع راح الشغل، بس للأسف مش هينفع يشتغل علشان دراعه. رجع عمر على الشقة وهو زعلان مش عارف يعمل ايه. تاني يوم جاله صاحب الشقة وطلبه بالإيجار. عمر قال له مش معايا فلوس دلوقتي، اصبر عليا شوية. صاحب الشقة قال له أنا مش هصبر أكتر من كده، بكرة لو ما جبتش فلوس هطردك من الشقة. وسابه ومشي. قعد عمر يفكر ازاي يجيب الفلوس علشان يدفعها، وإلا هيقعد في الشارع. راح لجاره علشان يستلف منه حق الإيجار، لكن للأسف رفض يسلفه. راح لصاحب الشغل وطلب منه فلوس علشان يدفعها. قال له انت بقالك فترة ما بتجيش الشغل ومش هينفع تاخد فلوس. عمر قال له انا جيت علشان اشتغل، انتوا رفضتوا عشان دراعي مكسور. صاحب الشغل قال له ايوه مش هينفع نشغل عندنا ناس معوقين، وتفضل امشي. مشي عمر حزين مقهور من كلام صاحب الشغل. راح الشقة ونام. الصبح جاله صاحب الشقة وسأله على الإيجار. عمر قال له مفيش معايا فلوس. صاحب الشقة قال له خلاص كده مش هينفع تقعد في الشقة تاني، أنا أجرتها لحد تاني وتفضل يلا مع السلامة. كده عمر فقد كل شيء، مفيش فلوس، مفيش شقة، مفيش شغل. فضل يلف في الشارع ويدور على شغل مش لاقي، ومفيش معاه فلوس حتى يشتري بيها أكل. تعب من كتر المشي مبقاش قادر خلاص. قعد قدام محل بيبيع أجهزة منزلية. صاحب المحل شافه وراح له وسأله انت ليه قاعد كده؟ عمر حكى له اللي حصل معاه. طبعا صعب عليه وقال له خلاص هشغلك معانا، يلا قوم معايا بسرعة. بس عمر ما اشتغلش عامل نظافة، لا بقى بيبيع للناس، وده علشان لسانه حلو وبيعرف يتكلم مع الزبائن باحترام وأمين في شغله. طبعا صاحب المحل قرر يساعده وكمان أجر الأوضة اللي جنب المحل. من هنا كانت بداية نجاح عمر. اجتهد في شغله ومرتبه زاد. صاحب المكان قرر يكافئ عمر على مجهوده وعطائه وبيعامله كأنه ابنه، وخلاه مدير الفرع الجديد. عمر فضل يدعي ويشكر ربنا على كرمه وعطائه. وبعد كام سنة قدر عمر ان هو يشتري المحل وبقى عنده شقة، وكمان طور من شغله وبقى عنده بدل المحل 3. ومنساش الراجل اللي ساعده ووقف جنبه وفضل معاه في شدته ومرضه وعلاجه لحد ما توفى. عمر حس ان هو رجع وحيد تاني، واكتشف ان الراجل ده كان كاتب له عمارة باسمه وساب له فلوس كتير عشان هو ما كانش عنده اولاد ولا اهل، وكان بيعتبر عمر ابنه. عمر تحول من عامل نظافة فقير الى صاحب محلات وعقارات وفلوس، وده ما خلوش ينسى اللي حصل معاه من اللي عملوه وحش. اشترى العمارة اللي كان ساكن فيها زمان ايام ما كان فقير واجرها للناس الفقيرة بسعر قليل، وكمان شغلهم في محلاته. واشترى المحل اللي كان شغال فيه عامل نظافة وبقى يساعد الناس المحتاجة. وبكده نجح عمر انه يحول التحديات والصعوبات اللي مر بيها لحياة مبنية على الاستقرار والمساهمة الفعالة في حياة المجتمع.